هو ليه ربنا خلى يوحنا اللاهوتي ما يكتبش كل اللي شافه في سفر الرؤيا؟ سفر الرؤيا هو عبارة عن رسالة من الله للبشر، بيكشف لينا فيه عن إيه اللي هيحصل في آخر الأيام، واللي كتبه هو يوحنا الحبيب، واللي ربنا كشف له عن كل حاجة هتحصل في آخر الأيام. وساعتها قال ربنا ليوحنا اكتب كل اللي بتشوفه وتسمعه. لكن والحقيقة مش هو ده اللي حصل. في حاجات معينة لما حصلت ربنا قال ساعتها استنى هنا وما تكتبش اللي هيحصل، زي الأصحاح 10 من سفر الرؤيا لما كانت الرعود بتتكلم، وأول ما جه يوحنا يكتب اللي سمعه ربنا قال اختم على ما اتكلمت بيه الرعود السبعة ولا تكتبه. وفعلا يوحنا ما كتبش اللي حصل ولا اللي سمعه، وربنا أخفى عنا الحاجات دي خوفا علينا لا يحصل لنا رعب أو جنون، غير إن الحاجات دي ما تخصش البشر لكنها تخص الأرواح ورسائل لإبليس وأعوانه. وعشان دي حاجات ما تهمناش كبشر ومش ضرورية لخلاصنا، ربنا أخفاها عنا وساب بس الحاجات اللي تخص خلاص الإنسان وإن يترجعوا تاني لربنا لما يسمعها.